يبدو أن القصة الأجمل لخط دفاع الأهلي اقتربت من الانتهاء. محمد عبد المنعم أو كامبوس صاحب ال 25 عام من أهم مدافعين مصر في الفترة الحالية، فنيا تعويض منعم دلوقتي شبه مستحيل. قليل لما تلاقي مدافع مصري بالكواليتي ده، مدافع مهاري كورته حلوة قوي، مش حلوة بس، هداف وخلص لك بطولات مش ماتشات. أحسن مدافع مصري بيقدر يطلع بالكرة من تحت بشكل صحيح. وخلي بالك محمد عبد المنعم من المدافعين القليلين اللي بيقدروا يتمركزوا بشكل صحيح جدا على حسب حالة الباك اللي بيلعب جنبه. يعني تحركاته ومعلول جنبه وطاير طول الماتش، هتلاقي منعم أسد واقف مركز مغطي علي معلول صح، مش محسسك ان الباك بتاعك بيهاجم ب 75% من قوته، لانه غير سرعته وقوته في ذكاء في التمركز والتحرك التكتيكي الصح. شوف اللقطتين دول كده معايا من ماتش الترجي، الاولى مع مهاجم الترجي البرازيلي الخطير جدا اللي ما حسيناش بخطورته خالص بسبب منعم. شوف هنا منعم سبق وقدر يلمس الكوره عشان تيجي في ايد المهاجم وينهي هجمه خطيره جدا قبل ما تبدا. ودي التانية هو اللي قاطع القريبة ومتوقع العرضية صح، مع ان دي بتاعت المهاجم اصلا، وطلع هجمة خطيرة بباص كمان بمنتهى الهدوء والبساطة، وحسسك انها هجمة عادية قدام الكروم مثلا، مش هجمة خطيرة قدام الترجي في نهائي افريقيا. غير مهارته الغير عادية في المرور بالكورة بمنتهى برود الاعصاب، ومعلم على نص فراودة وأجنحة الدوري مش العكس. ودي أغرب حاجة ممكن تسمعها، إن مدافع يبقى هو اللي مرقص نص مهاجمين الدوري بما فيهم زيزو اللي من أحسن لعيبة مصر. في الكورة دي جوه السكس يارد بتاعه يركبه الهوا ويطلع بالكورة بشكل أصح من الصحيح. مميز في 1 على 1، مركز طول ال90 دقيقة، هداف، ولكن يحتاج لعلي معلول دايما. تعويض رحيل منعم في الفترة دي شبه مستحيل انك تلاقي لعيب او مدافع مصري او عربي بنفس الكواليتي دي، مش موجودة حاليا في اي حد، ولا بالعيد نفسه صفقة الاهلي الجديدة. على المستوى الشخصي اتمنى المنعم الاحتراف، ولكن جوايا صوت بيقول لا. ولكني بتمنى كل التوفيق لمنعم الفترات اللي جاية، سواء مع موناكو او جلاتا سراي او حتى كمل مع الاهلي، قولوا ان شاء الله. لان محمد عبد المنعم ابن النادي الاهلي مش مجرد لعيب، كمان عنده امكانيات وفنيات عالية وبس، لا، ده مشجع درجة تالتة، عاشق للكيان والنادي الاهلي. اتربى في ملعب مختار التتش، وبدأ في الاهلي كمهاجم، وده بسبب امكانياته الرهيبة، وبعد كده مدربه في الناشئين شاف فيه اللي محدش شافه وبقى احسن مدافع في افريقيا. ايه اخر اخبار عرض موناكو؟ تعالوا اقول لكم بسرعة. اخر الاخبار اللي طالعه ومنتشره ان خلاص موناكو هيقدم عرض ب5 مليون دولار، او هيوصل ل5 مليون دولار للنادي الاهلي، والنادي الاهلي في موافقه مبدئيه لان عبد المنعم طالب من بدري ان هو يحترف. هل في حد بقى يقدر يعوض منعم ولا لا؟ متهيألي مفيش غير لعيب واحد بس اللي ممكن يعوض جزء من محمد عبد المنعم، ولكن مش كل محمد عبد المنعم، لان محمد عبد المنعم واحد بس، وحاليا في الكوره المصريه مفيش الامكانيات دي كتير. هو مين؟ هو اياد العسقلاني، مدافع الاسماعيلي الشاب اللي انتقل وبيلعب في روسيا دلوقتي. ده مدافع اشول، لعيب مهاري بيقدر يطلع بالكوره صح جدا، لعيب بيتمركز صح، مقاتل، لعيب كويس جدا، وكمان الجامب بتاعه عالي، وكنت عامل له فيديو قبل كده، لو عايزين تشوفوه هسيبه لكم في الكومنتات. ده اللعيب الوحيد اللي من وجهة نظري يقدر يعوض غياب محمد عبد المنعم، وكمان اشول، يعني بيلعب في الحته اللي هي الشمال، بيلعب مدافع اشول وانت محتاج دوت. انما بالنسبه لبلعيب، بالعيد حاجه تاني خالص، بالعيد مدافع قوي صلب ضرب اختراقات، قائد في الملعب، فامكانيات وسمات شخصيه تانية خالص، وكنت عامل له فيديو برضه هتلاقوه على الصفحه. دي كده قصه عبد المنعم باختصار، كل حاجه عنه، هل حد هيعوضه محدش هيعوضه، كل حاجه هتلاقوها على الفيديو ده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو، تعمل شير للفيديو عشان يوصل لمنعم ويعرف ان احنا بنحبه قد ايه، متمسكين بيه ومش عايزينه يمشي. وبس كده، سلام.